بعد. قد ما بتحسن تبعد عن الناس بعد، والله السكينة اللي عم تبحث عنها موجودة بالبعد عن الناس. بعد عن أي جدال أو مشكلة حتى لو بدك تطلع منها خسران. بعد عن أي اختلاط مع الناس لأنك ما عاد تتحمل إرضاءهم. ولا كم كلفني هذا الهدوء؟ كلفني البعد عن الناس. لأنك لما تبعد تصير تجمع حالك، تصير تتعرف على حالك من جديد، تراجع حالك، تصفى بقعدتك مع ربك، تستغفر ذنبك، بصير عندك هم منفصل عن الناس. ومن جعل الله همه كفاه الله كل الهموم. ولأن البعد من أسباب النجاة في هذا الزمان. سأل أحد الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ما النجاة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. قلل الحكي وبعد عن الناس واستغفر ذنبك. ذلك كان في أبيات شعر حلوة جدا تقول: أهلين البنات، وش أحوالكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ولا فيديو تاع اليوم تلقاكم كامل بخير ومهنيين وبأحسن أحوالكم يا رب العالمين. مرحبا بكم dans une nouvelle فيديو في العشان يوتيوب تاعنا Only with me DZ. حبيت نشكر كل واحدة اشتركت في القناة وفعلت الجرس باهي يلحقها كل جديد. الحمد لله العشان تاعنا راهي تكبر، وصلنا ل2K بسم الله ما شاء الله. راني نكبر بيكم ومعاكم حبيباتي، نشكركم من كل قلبي. أوفياء القناة. نبداو على بركة الله في اللي غوصة تاع اليوم. كما راكم تشوفوا حبيباتي حبيت ندير لكم ياورت منزلي ناجح 100% وسهل ماهل، ما كانش أسهل منه. تبعوا لاروسات حبيباتي واقتصادي، وليو تروحي تشري قرع ياغو ب17 ولا ب15 سا ديبون. تقدري ديرها في دارك وحاجة نظيفة ومجربتها وممتون اقتصادية 6000 فرنك وانتي درتي قرعة ياورت ياغو. بالنسبة لهذه الوصفة حبيباتي نحتاجو لتر تاع الحليب تاع 2500 ولا 3000 كل واحد كيفاه يبيعها. نحنا في المنطقة تاعنا يبيعوها ب3000 فرنك. نقسموها اون دو، نص نفيضوه على النار حتى يغلي ويهز غالية، والنص الاخر نحتفظوا به في ريسيبيون ونحطوا له 3 مغارف تاع سكر مع كعبة ياغورت مع الفاني. انا مع الاول كنت درته بالفاني بنكهة الفاني ابيض كما راكم تشوفوا حبيباتي، ونخليوه نحركوه مليح مليح، نغطيوه ونخليوه واحد 6 سوايع 7 8 ماكسيموم ويكون واجد معانا. إلا كان الحال سخون البنات خليوه هكاك في الكوزينة يدفى وحده. سينو كلا كان حال البارد حطوه بحد الفرن تاعكم. بعد 6 سوايع نرجعوا الياورت تاعنا نلقاوه جمد كامل، نخلطوه بالمغرف ولا بالفوي حتى يولي سائل. وبالنسبة اللي تحبوا جامد تقدر تزيد له كعبة أخرى تاع ياورت ديروا جامد. سينو اللي تحبوا منكه بالقو تاع الفراز ولا تاع البنان تقدر تستعمل ليغوم تاع الجاتو وراح يعطيها نفس النتيجة تاع المحلات. انا كنت استعملت السيرو بسكو ما كانش عندي غرينادير بذوق الفراز. صدقوني البنات جاء تقول عليه ياقول يتباع لبرا نفس النتيجة. ما عندي من نقولكم جا خاطر بسم الله ما شاء الله، وتقدروا تقولوا والله جا خير من تاع المحلات. سينو حبيباتي لاستعملتوا الجرينادين ما تكتروش بسكو راهو حلو ياسر. بوشون واحد يكفيكم به تنكهوا هذيك لا كونتيتي وراح يجيكم بريسك قرعة معمرة كما شفتوا على عينيكم. انا عمرت بها هذيك القرعة تاع القزاز جاتني سوا. ونروحوا للاروسات تاع البيتزا بالسميد. كاين فئة طلبها مني سي بور سا راني عاودت الوصفة البنات بالتفصيل. بالنسبة للاروسات حبيباتي تاع لاباط نحتاجو 2 كيسان ماء دافي، مغرف تاع خميرة الجاتو ومغرف تاع سكر، نخلطوهم مع بعضهم حتى تخمر لي الخميرة. من بعد نزيدو الزيت تقدروا تزيدوا 4 مغارف تاع زيت، سينو تقدروا تزيدوا فنجال تاع الزيت. نخلطوا كلش مع بعضه. اكيد نزيدوا مغرف صغيرة تاع الملح ومغرف صغيرة تاع خميرة الجاتو تقدروا تستغناو عليها مي راح تعطيكم قرمشة للاباط تاعكم. من بعد نبداو نزيدو في الفرينة بالعقل حتى نتحصلوا على هذا القوام ونكملوا بالسميد. السميد البنات استعملت سميد ارطب نكملوا حتى نتحصلوا على عجينة تتلاصق هكا في اليد، ما تجيش متماسكة وما تجيش متلاصقة ياسر بين البنين.
واكيد البنات باه تجيكم لاباط تاعكم خفيفه ومنفجه لازم تصفيو السميد تاعكم وتصفيو الفرينه تاعكم. انا الفرينه كانت مصفيه مي السميد زدت عاودت صفيته كيما راكم تشوفوا. قعدت نزيد بالعقل واحد 3 كيلات وجتني هكاكا القوام المناسب تحصلت عليه سوا نخليها ترتاح تزيد تعاود تخمر نكسر لها الخمور ومباشره نحطها في البلا تاع الفور ونبلاطاه بيدي. لاباط راح تجيكم طريه البنات سي بوغ سا لازم تحلوها ديريكتومون فوق السنيوه تاعكم. اكيد تزيدوا لها قطره تاع زيت باه تساعدكم باه تحلوا هذيك لاباط وتجيكم سهله في الحلان ومام طون هذه الطريقه ناجحه تجيكم لاباط تاعكم منفجه وخفيفه. من بعد نقبوا لاباط تاعنا باه نخرجوا منها الهواء نحطوا لاصوص طوماط نحطوا الفرماج الفلفل حسب الرغبه كل واحد واش يحب يزينها. انا درتها سامبل باك درتها غير بالفرماج والفلفل باسكو بنتي تحبها سامبل ما فيها والو تحبها غير الفرماج. مام الفلفل راني نحيهولها كيما راكم تشوفوا حبيباتي حطيتها هنا في السنيوه ديريكتومون زدت لها قطيره تاع زيت من الفوق وبديت نحل فيها بالعقل حتى تحلت لي على كامل السنيوه. من بعد زدت لاصوص طوماط وزينتها خليتها ترتاح شويه بين ما سخن لي الفور ومن بعد حطيتها في الفور وجتني من اروع ما يكون. البيتزا كاري تاعكم تكون واجده كيما تاع المحلات بسم الله ما شاء الله. وبالنسبه لي زانغريديون تاع لاباط البنات هاد لا كونتيتي تقدر تجيكم 2 خبزات تاع البيتزا. انا كنت قسمتها اون دو نص خبيته ونص استعملته وتقدروا تخبوها في الفريجيدار كما تقدروا تخبوها في الكونجيلاتور وتجبدوها مره اخرى كي تعاودوا تستعملوها راح تعطيكم نفس النتيجه. انا كنت جربتها من قبل وعطتني نفس النتيجة تاع الأولى. بالعكس كل ما ترتاح في الفريجيدار كل ما تجي خير وخير. فوالا حبيباتي طابت البيتزا تاعي جات بسم الله ما شاء الله شاهدكم في الجنة حبيباتي. دايوغ راكم تشوفوا في اللاباط كيفاه فارغة من الداخل بالإضافة إلى القرمشة واللون الذهبي اللي تحصلت عليه من تحت بريسك تقول لها طايبة في الكوشة ولا في البيزيريا ما عندي ما نحكي لكم البنات جات روعة. نتمنى من كل واحدة شافت لا روسيت تجرب لا روسيت وتعطينا آرائها في لي كومنتير. نروحوا لتدبيرة اليوم حبيباتي. بما انه كنت درت لاصوص طوماط تاع البيتزا كنت رحيتها في العراب بركة والقشور هادوكا كنت احتفظت بهم ما طيشتهمش حاجة ما نرميوها البنات. كنت استعملت بهم هاد لاستيوس باه ننظف الصينية تاعي تاع النحاس. هاد لاستيوس البنات فريمون تاع الجدات كما يقولوا وإفيكاس تري إفيكاس باه تلمعوا النحاس تاعكم. واش نحتاجو في هذه التدبيره حبيباتي نحتاجو شويه تاع الكربونات وهذيك القشور تاع الطماطم وهذا مكان تحكوا بها الصينيه تاعكم وتخلوها مده هكا واحد 5 دقائق 10 مينوت هكا تتفاعل. من بعد تشلوها غير بالماء وراح تتحصلوا على هاد اللمعان والبريق صدقوني نقول عليهم شريتهم دركا من الحانوت ما عندي ما نقولكم. دايوغ راكم تشوفوا البنات وجهك يبان فيها انا كنت مبان فيها سي بوغ سا راني بعدت شويه. زدت عاودت نعطيها لكم هنا البنات في الضوء مليح شوفوا اللمعان والبريق جات بسم الله ما شاء الله ما عندي ما نحكي لكم. والسنيوات البنات عندي مده ما غسلتهمش وما حبيتش ندير لهم هذا التدبيره حتى نشاركها معاكم باه يستفادوا الجميع. وهذه التدبيره حبيباتي تقدر تصلح حتى مع الحروق تاع الشمس اللي عندها الحروق تاع الشمس والبشره تاعها تكون شويه ماهيش حساسه تقدر تستعملها على يدها. دير شويه كربونات في شويه تاع في نص كعبه طماطم ولا في شويه تاع قشره تاع طماطم وتحك بها يدها تخليها واحد 5 مينوت هكا وتروح تغسلها. مع الوقت ومع المداومه راح تروح لها هذيك الحروق. وصلنا نهاية الفيديو نتمنى تكون عجبتكم ما بقى لي غير نقولكم مع السلامة حبيباتي في أمان الله.